بعد 20 سنة جواز حرضت عاشقها عامل النظافة على قتل جوزها علشان يتمتعوا بفلوسه، لكن اللي خططت له كله انقلب ضدها. عام 2022 ألفت 49 سنة فاتحة محل كوافير في إحدى قرى محافظة الفيوم، متجوزة من حوالي 20 سنة من عاطف 50 سنة، وعندهم 4 أولاد وحالتهم المادية ميسورة. القصة بدأت قبل كام شهر من الواقعة لما جارهم رجب 41 سنة عامل نظافة متجوز وعنده أولاد، لكن حالته المادية بسيطة، وبحكم طبيعة شغله كعامل جمع القمامة في المنطقة فكان بيعدي على البيوت علشان يجمع أكياس القمامة، وفي ناس كانوا بيساعدوه رأفة بحالته المادية، وكان منهم ألفت اللي كانت كل فترة بتديله مبلغ مالي مساعدة. ووقتها رجب لما كان بيعدي على بيت الست ألفت علشان ياخد القمامة كان بيسمع خناقاتها دايما مع جوزها، وهي بتتهمه انه بخيل ومكوم الفلوس على قلبه ومش عايز يصرف عليهم ولا يديهم فلوس، والزوج كان بيتهمها انها ست مسرفة ومبذرة وبتضيع الفلوس على تفاهات وحاجات مش أساسية في البيت. ومش بس كده، دي كمان كانت بتروح تستلف فلوس علشان تدينه قصاد الناس وتحرجه، وآخر مشكلة قال لها إنه مش هيسد الفلوس اللي هي اتدينت بيها. رجب كان بيسمع الخناقات دي وقلبه كله حقد، ازاي جيرانهم عايشين في نفس الشارع تقريبا وهم معاهم الفلوس دي كلها وهو على باب الله بيجمع القمامة والناس بتعطف عليه. وبعد فترة بسيطة رجب انشغل تفكيره بجيرانهم اللي حالتهم المادية ميسورة جدا، الزوجة ألفت اللي فاتحة محل كوافير وكل ستات القرية بيروحوا لها وأكيد معاها فلوس كتير، ده غير كمان جوزها اللي شغال كويس جدا، وفكر ازاي يستفاد من الموضوع ده لحد لما جات له فكرة شيطانية إنه يستغل خناقات الزوجين ومشاكلهم مع بعض ويقرب من الست ألفت اللي أكبر منه بحوالي 9 سنين تقريبا. لكنه لما فكر في الموضوع شاف نفسه وشكله أقل من إن الست ألفت تبصله، وبرغم ده كله شاف الميزة الوحيدة اللي فيه وهي فرق السن اللي بينه وبين ألفت، فلما واحد في سنه يبص لست في سنها ويمدح في جمالها ده هيخليها تزيد ثقتها في نفسها، ومن هنا يقدر يوصل للي عايزه. وبدأ كل مرة يهتم بشكله ولبسه وهو نازل شغله، ولما يعدي على بيت ألفت ياخد منها أكياس القمامة بدأ يلمح لها إنها ست طيبة ومحترمة وتستاهل تقدير من جوزها أكتر من كده، لأنه بالصدفة بيسمع خناقاتهم مع بعض وإنه بيتكلم معاها بصفته جارهم وما تزعلش من كلامه وقد إيه زوجها مش مقدر النعمة اللي في إيده. ومقابلة ورا التانية ألفت بدأت تتكلم معاه، ورجب استغل الخلافات اللي بين الزوجين ولمح لها إنه يتمنى لو كان اتجوز ست في سنها عاقلة وبتعرف تحافظ على بيتها، وبدأ يشتكي لها من مراته اللي سنها صغير ومش فاهماه وطايشة. ومن وقتها الكلام بين ألفت وعامل القمامة بدأ يزيد. وقتها رجب استغل كل ده وصرحها بإعجابه وحبه ليها من فترة طويلة، وإنه ما كانش قادر يصرحها بحاجة زي كده علشان الفرق اللي بينهم. وألفت فرحت جدا بكلام رجب، والكلام اتحول لمكالمات تليفونية طويلة وأحيانا مقابلات في البيت أثناء ما الزوج بيروح شغله والأولاد بيروحوا جامعاتهم ومدارسهم. وبسرعة الإعجاب اتحول لحب وحصل بينهم علاقة غير شرعية. خطة رجب موقفتش إن ألفت تتعلق بيه وبس، ده كان طموحه أكبر من كده. بدأ يحرض ألفت إنها لازم تاخد فلوس أكتر من جوزها طالما هو بخيل معاها بالشكل ده. رجب قال لها كده علشان ألفت خلافاتها تزيد مع جوزها ويضمن إن علاقتها بالزوج عاطف تفضل في مشاكل طول الوقت، وفعلا ده اللي حصل لحد لما ألفت قالت لعاشقها إنها ما بقتش قادرة على العيشة مع الزوج وعايزة تطلق ويتجوزوا. وقتها رجب قال لها إنها لو اتطلقت فهتخسر الفلوس، الأرض والبيت اللي ملك الزوج، ده غير إن ظروفه المادية زي ما هي عارفة صعبة وما يقدرش يفتح بيتين ولا حتى يقدر يشتري بيت علشان ألفت تعيش فيه. وقتها ألفت فكرت في كلام عاشقها كويس جدا وشافت إن معاه حق، لو اتطلقت هتخسر كل حاجة، وبعد 20 سنة جواز هتطلع من الجوازة دي من غير حتى بيت تعيش فيه. علشان كده بدأت تقول لعاشقها إن مفيش حل علشان يفضلوا مع بعض غير لو اتخلصوا من الزوج وهي ورثت كل حاجة، ووقتها تعيش في البيت والأرض تبقى ملكها، وبعدها يتجوزوا وعاشقها يعيش معاها، وبدل ما يشتغل في جمع القمامة يمسك شغل جوزها. رجب ما كانش هو الذكي الوحيد في القضية دي، لما وقع ألفت في شباك ألفت كمان كانت أذكى منه بكتير، ولما رمت له الطعم وطمعته في ميراث الزوج وخلاص رجب اقتنع بفكرتها، ألفت اتراجعت وقالت له إنها خايفة لو اتخلصوا من الزوج ينكشفوا ويتحاكموا، وعلشان كده هي اتراجعت عن الحل ده. لكن وقتها بسبب طمع رجب قال لها إنه مستعد يتخلص من الزوج وينفذ خطتها،
ووقتها ألفت قالت له إنه لو عايز ينفذ حاجة يعملها بعيد عنها، لأنها مش مستعدة توقع نفسها في جريمة. وفي نفس الوقت حطت له السم في العسل وطمنته وقالت له إنها طول ما هي بعيدة عن الجريمة دي اللي عاشقها هينفذها وما تعرفش عنها حاجة، فمحدش هيشك فيها، وبالتالي محدش هيشك في عاشقها لأن جوزها مفيش عنده خلافات بينه وبين رجب. وكمان قالت له إن لو الجريمة دي اتصنفت على إنها سرقة وحصلت بعيد عن بيتها، ده هيخلي رجال الأمن يتوقعوا إن الحادث ممكن يكون حصل بسبب سرقة أو حرامي أو خلافات بين الزوج وبين شخص على معرفة بجوزها. طبعا ألفت رمت الطعم وكل حاجة لرجب عاشقها من غير ما تحدد ولا تخطط لشكل الجريمة، كل دورها التوجيه والتحريض علشان لو الجريمة انكشفت يبقى هي ملهاش يد في حاجة، أما في حالة لو الجريمة ما انكشفتش يبقى خطتها ماشية صح وعلاقتها بعشقها زي ما هي. وقتها رجب طمنها إنه هينفذ كل حاجة كويس جدا وكل حاجة هتكون بعيد عنها تماما. ويوم الواقعة عام 2021 وتقريبا بعد العشاء الزوج كان راجع من شغله ورجب كان واقف في الشارع قدام البيت، فقال لعاطف إن عنده شوية خشب محتاج ينقلهم لزبون في آخر البلد، وطلب من عاطف ينقل الخشب على التروسيكل بتاعه، وكل ده كان قدام الناس اللي واقفين في الشارع، يعني حاجة طبيعية خالص. وعاطف وافق وساق التروسيكل ومعاه رجب ومشيوا لحد لما وصلوا لطريق ضلمة بجانب ترعة، والطريق ده كان غير مأهول يعني صعب المشي فيه بالليل. وقتها رجب طلب من عاطف انه يوقف التروسيكل علشان يبص على الطريق بكشاف الموبايل علشان التروسيكل ما يغرسش في الطريق وما يعرفوش يطلعوه. وفعلا عاطف وافق ورجب نزل من التروسيكل، واثناء ما بيلف وينزل يطلع الآلة الحادة من الجلابية وبيطعن عاطف بيها من ظهره أكتر من طعنة. وقتها عاطف ملحقش حتى يدافع عن نفسه، وبمجرد ما بيلف رجب كان طعنه في وشه ورقبته وإيده حوالي 22 طعنة، فعاطف كان مات. وقتها رجب أخد الفلوس والمحفظة من جيب عاطف وسحب الجثة لحد الترعة اللي جنبهم ورمى وسط الضلمة، وبعدها أخد الفلوس ورمى المحفظة فاضية ومشي شوية كده على أول الطريق. بعدها اتصل على ابن أخته يجيله في المكان اللي هو فيه بالمكنة، ولما ابن أخته وصل وسأل خاله إيه اللي جابه في المنطقة المقطوعة دي، خاله قال له إنه كان رايح مع عاطف جاره ينقله خشب، بس مرات خاله اللي هي مرات رجب اتصلت عليه وقالت له يرجع البيت حالا، علشان كده خلى عاطف ينزله هنا. أما عاطف كمل طريقه في العنوان اللي هو اداهوله. وقتها رجب مشي مع ابن أخته ورجعوا على البيت، وتاني يوم الصبح بيوصل بلاغ لقسم الشرطة بوجود جثة علقة على حافة الترعة، وبانتشال الجثمان الأهالي بيتعرفوا على جثة عاطف، ورجال الأمن بيكتشفوا على بعد أمتار من الجثمان وجود تروسيكل أحمر الخاص بعاطف، وكمان بيلاقوا محفظة عاطف فاضية ما فيهاش أي مبالغ مالية لكن موجود فيها بطاقته. للوهلة الأولى تحس إنها جريمة سرقة، لكن رجال الأمن كان ليهم رأي تاني، وده لأن بمعاينة جثمان عاطف فكان مطعون ب 22 طعنة، فلو الحرامي قاصد بس السرقة ليه هيقتل عاطف بالطعنات دي كلها؟ طعنتين أو 3 أو حتى 5 كفيلة بقتله. كمان القاتل بعد ما خلص عليه قرر يرميه في الترعة علشان يتأكد إن لو ما ماتش من الطعنات فيموت من الغرق، لكن وجود ورد النيل والحشائش اللي موجودة منعت الجثمان من الغرق. ده غير كمان إن لو القاتل كان قاصد السرقة ليه ما يسرقش تروسيكل اللي سهل تفكيكه وبيعه؟ تم تحويل الجثة للطب الشرعي، والأدلة الجنائية رفعت البصمات اللي موجودة على التروسيكل وتم التحفظ عليه وعلى المحفظة، وبفحص علاقات المجني عليه ما كانش عنده خلافات مع حد تستدعي إنه يقتله بالشكل ده. آخر مشاهدة له مع رجب وباستدعاء رجب قالوا إنه طلب من عاطف ينقل له خشب، وهم في الطريق جاله اتصال من مراته فساب عاطف يكمل طريقه واتصل على ابن أخته يوصله، ورجب فعلا جاب شهود على كلامه إنه كان رايح ينقل خشب، وكمان مراته اتصلت عليه في الوقت ده. لكن رجال الأمن شكوا في رجب لأنه كان آخر شخص متواجد مع عاطف، وبمطابقة بصماته مع البصمات اللي موجودة على التروسيكل والمحفظة تم التطابق. بصماته جايز تكون موجودة على التروسيكل، لكن ليه بصماته موجودة على المحفظة اللي كانت واقعة على بعد أمتار من جثة عاطف؟ فبيتم توجيه تهمة القتل العمد لرجب، وبمواجهته بتطابق البصمات اللي موجودة على المحفظة رجب انهار وقال انه ما كانش يقصد يقتله، وانه عمل كده بتحريض من مرات عاطف اللي هي ألفت، وانه على علاقة غير شرعية بيها. فتم القبض على ألفت وبمواجهتها باعتراف عشيقها وانها شريكة معاه. ألفت قالت انها فعلا على علاقة غير شرعية برجب، وإنه بعد وفاة جوزها محدش يقدر يتهمها بجريمة الزنا. أما تهمة جريمة القتل فهي ما تعرفش الطريقة اللي جوزها مات بيها أو اتقتل بيها، ولا تعرف اليوم ولا الساعة اللي رجب كان هيقتله فيها، وملهاش علاقة أصلا بالجريمة. رجب وقتها حس إن ألفت عايزة تنفي الجريمة عن نفسها ورجب هو اللي يشيلها لوحده،
فقال إن ما عندوش سبب يقتل الزوج عاطف ولا عنده خلافات شخصية معاه علشان يقتله، وإن كل ده تم بتحريض من ألفت. فتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للعشيق رجب. أما الزوجة تم توجيه تهمة الاشتراك مع عشيقها بطريقة التحريض، يعني الزوجة حرضت رجب على قتل الزوجة علشان يخلى ليهم الجو لعلاقتهم الآثمة. وقتها ألفت استعانت بأولادها إنهم يشهدوا في المحكمة إن أمهم ورجب ما قتلوش أبوهم، ورجب أنكر إنه قتله، وبالتالي ألفت ما حرضتش على قتله. وبعد شهادة أولادها وتبرئتهم لأمهم قضت محكمة جنايات الفيوم على رجب بالسجن المؤبد، وعلى الزوجة ألفت ب15 سنة سجن مشدد. ألفت مش بس ضيعت نفسها، دي ضيعت أولادها معاها وخلتهم يشهدوا ويتنازلوا عن دم أبوهم. وربنا يرحم الزوج اللي وثق وآمن لزوجة خاينة وخسيسة.